السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملاء شركة ميم، أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم واستخدام معدات الصيانة. طبعا السلسلة دي للناس اللي هم المبتدئين اللي مش عارفين أي حاجة خالص. اتفرجوا معايا هتعرفوا ازاي نستخدم صاروخ العفريت 370 واط 18 قطعة مختلفة. الصاروخ طبعا عاملين عليه عرض قوي جدا في شركة ميم زي ما انتم شايفين. طبعا هو بيجي في علبة زي كده. ده الصاروخ اهو، حاجه محترمه جدا. طبعا صاروخ عفريت، احنا سميناه صاروخ عفريت او صاروخ ترددي. صاروخ عفريت عشان بيعمل كل حاجه. بيجي طبعا بكهرباء 370 واط، سرعات مختلفه، 6 سرعات مختلفه. اهتزاز بتاعه من 5000 ل 20000 اهتزازه في الدقيقه. ضمان سنه من شركه فيت. طيب احنا دلوقتي هنوريكم ازاي نستخدمه. بيجي طبعا معاه 2 شربون اهو، وبيجي الضمان بتاعه ضمان سنه. هنشيل الحاجات دي. هنوريكم دلوقتي تجارب عملية وازاي نستخدمه وازاي نعرف نتعامل معاه. طبعا المميز ده يعني صاروخ العفريت ده سهل ان احنا نستخدمه، مش زي الصواريخ التانية. ليه؟ الصواريخ التانية بتحتاج ان انت تفك بمفتاح ألانكيه بيبقى عبارة عن مسمار، انما هنا اوتوماتيك زي ما انتم شايفين كده. تقدر تشيلها، يعني ده اهو تعمل دي كده بكل سهولة، وتشيل السلاح تضغط عليه من تحت، يعني تضغط لتحت كده عشان زي ما انتم شايفين. بصوا في زي سنون هنا، احنا بنطلعها بره السنون دي اهي. بصوا حاجه بكل سهوله جدا تقدر تعملها. طيب هنشرح دلوقتي كل قطعه بتعمل ايه. هو احنا قلنا بيجي معاه 18 قطعه مختلفه. 2 من القطعتين دول تقدر توصل بيهم خشب، حديد، بلاستيك زي ما انت عايز، وهنجرب دلوقتي على الخشب والبلاستيك. دول قطعتين للناس اللي هم شغالين. لو انت مثلا عندك حاجه لازقه على خشب او على حديد وعايز تشيلها، الناس اللي شغالين بتوع الدعايه، الملصقات، تصنفر مثلا حاجه، عايز تشيل حاجه تقطع بيها كرتون. دول قطعتين. القطعتين دول برضو تستخدموا القطع، بس دول بشكل دائري اهو. وعندك القطعتين دول اللي بيركب عليهم الصنفره، بيجي 10 قطع صنفره تقدر تركبهم بكل سهوله. حاجه اسمها سكوتش بيلزق اهو. زي ما انتم شايفين. تمام. احنا دلوقتي هنجرب معاكم حاجه. هنجرب دلوقتي ازاي نركب القطعه اللي هي دي اهي. هنروح مدخلينها بالشكل ده، نخليها هنا ونخلي ده طبعا مفتوح كده او ركبت بكل سهوله، واروح قافل كده. كده خلاص هيبدا يشتغل معانا. يعني لو جبت دلوقتي حته كرتونه او حاجه وحاولت اشتغل بده هيقص معايا. هجرب معاكم دلوقتي اهو. هنجرب نقص مثلا ورق زي كده. زي ما انتم شايفين. بصراحة من مميزات صاروخ العفريت ان هو بيشتغل بالتردد، يعني امن، مش زي الصواريخ القطعية. هنشيل القطعة دي اهي، هنشيلها كده بكل سهولة. هنركب بقى الصنفرة اهي. زي ما انتم شايفين بتركبها برضو نفس الحاجة، بتضغط لتحت عشان تعدي من السنون، ونبدأ ندخلها كده. هنجرب معاكم دلوقتي الصنفرة اهي. زي ما انتم شايفين بنركبها بكل سهولة. هنحط القطعة دي، بتركب برضو حاجة اسمها سكوتش، بتلزق بكل سهولة اهي كده. يشتغل معايا صنفرة. هنجرب دلوقتي اهو. زي ما انتم شايفين طبعا هو في الصنفرة حاجة محترمة جدا. هنجرب بقى معاكم الأسلحة الباقية اهي. هنشيل زي ما احنا متعودين، بتضغط كده، تضغط لتحت. هنجرب معاكم دلوقتي تركيب القطعة دي. السلاح هنقطع بيها اهو. طبعا بركبها بكل سهولة كده. نضغط هنا عشان دي تنزل، بس نثبتها كده بكل سهولة. هنجرب نقطع بيها الخشب زي ما انتم شايفين اهو.
بصراحة اداء جبار جدا من فت، حاجة محترمة زي ما انتم شايفين. هنجرب معاكم دلوقتي البلاستيك. قطع البلاستيك برضو اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الصاروخ العفريت ده استخدامه سهل جدا، حاجة مميزة من شركة فت. استنونا في فيديوهات جاية نشرح لكم منتجات تانية. تابعونا على كل منصاتنا. ميم خليك في السليم.